بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، أحييكم وأرحب بكم في ذكرى انتفاضة 17 فبراير، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها الأستاذ صالح بشير جعودة المعارض والمحلل السياسي، والأستاذ عبد المنصف البوري المعارض والإعلامي الليبي. كما يعلم الجميع، هناك توقعات كبيرة حول هذه الانتفاضة وتاريخها. سنحاول نحن مع الأخوين أن نسلط الضوء قدر الإمكان وحيث يسمح الوقت على أهم ما فيها، ونبدأ بالأستاذ عبد المنصف بخلفية تاريخية موجزة، فليتفضل. شكرا أستاذ مفتاح. يعني لا شك أن في ذكرى هذه الانتفاضة نستعيد بعض ما حدث فيها. الواقع أنه كان هناك يعني دعوة من أئمة المساجد للخروج في تظاهرة أو مسيرة شعبية للاحتجاج على الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم أمام القنصلية الإيطالية في شارع عمرو بن العاص. بالتأكيد الناس كانت متحمسة ولبوا هذا نداء أئمة المساجد وخرجوا، وغالبية الذين خرجوا كانوا من الشباب. وعند وصولهم للقنصلية الإيطالية بدأ الهتاف ضد الحكومة الإيطالية وضد ما نشر في الإعلام الإيطالي. وفي نفس الفترة يمكن أحد الشبان تسلق حوائط الكنيسة وصولا إلى السطح لإنزال العلم الإيطالي. في هذه اللحظة قام أحد القوات، أحد يعني عناصر اللجان الثورية يقال، أو هل هو قد يكون يعني من الأمن، ولكن يعني المعروف أنه أحد عناصر اللجان الثورية بإطلاق الرصاص على الشاب فأرداه قليلا. هذه العملية بالتأكيد أثارت المتظاهرين، وبدأ تغير الموقف تماما. لا شك أنه هذا الموقف مش تغير فقط لأن هذا الشاب قتل، نعم هو تغير لأن هذا الشاب قتل، ولكن أيضا درجة الاحتقان الشديد اللي تعيشها البلاد في هذه المرحلة هي اللي دفعت الناس بأنهم يخرجوا ويعبروا حقيقة عن درجة الاحتقان الشديدة اللي يعاني منها الشباب في ليبيا ويعاني منها المجتمع في مدينة بنغازي على وجه الخصوص وفي بقية المدن الليبية الأخرى. حالة التردي، حالة البطالة، حالة الفساد، حالة الرشوة، يعني فهو كان احتجاج على كل هذه الأشياء. استمرت، بدأت المواجهات بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية، واستمرت هذه المواجهات نحو 3 أيام أو أكثر. استدعت خلالها ما يسمى بقوات الأمن المركزي أو قوات الحرس المركزي في محاولة للسيطرة على هذه التظاهرات. تم خلالها حرق بعض مقار اللجان الثورية وبعض مراكز الشرطة، وسقط عدد من الشباب الصغار بين قتيل وجريح. ربما عدد الجرحى كان يتجاوز 100، ولكن عدد القتلى في حدود 25 أو 26 شاب سقطوا في هذه المواجهة. هذا باختصار شديد ربما يعني كيف جرت الأحداث في بدايتها لهذه الانتفاضة. شكرا سعد المنصف. أستاذ صالح، يعني أريد إذا يعني يتيح لك الفرصة للحديث، إذا كان تريد أن تضيف إلى ما قال أخونا عبد المنصف في مسألة الخلفية التاريخية، ولكن حقيقة أريدك بعدها أن تنتقل إلى ما يدور في المنطقة. نحن الآن نشاهد منذ أحداث تونس وتداعياتها إلى ما يجري الآن في مصر، وهاتين الدولتين جارتنا عن اليمين وعن الشمال، الشرق والغرب. نريد أن نعرف منك باعتبارك متابع ومحلل أيضا، نريد أن نعرف ماذا يدور في المنطقة الآن، مقبلة على تحولات هائلة وإلى آخره. نسمع كثير من التقارير، لكن حقيقة نريد أن نعرف بالضبط حتى نستفيد منها
في تجاربنا القادمة إن شاء الله. تفضل صالح. شكرا جزيلا. أود أن أشكرك شخصيا على استضافتي، وأشكر إدارة المؤتمر الوطني وقيادتها على إتاحة هذه الفرصة لي في برنامجكم الموقر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الأخ أخي منصف تحدث عن ما حدث في فبراير، وفعلا إذا كان من أي كلمة فقط هو أن فعلا الناس قد خرجت. أولا لم تخرج الناس، من الثابت أن الناس لم تكن خارجة بنية لا هجوم على أحد، ولكن ضمن ما حصل في المنطقة والشعور بأن الاستعداء لما يسمى في الغرب الإسلاموفوبيا، فثار هؤلاء الشباب وعبروا. وهذه ستثبت شيء مهم جدا وسيخدمنا في التواصل في موضوع هذه الندوة وفي غيرها، وهو أن شبابنا ليسوا في معزل عما يحدث في المنطقة بعد ثورة الإنترنت وثورة الإعلام. فكما شاهدنا في ذلك الوقت وفي تلك الانتفاضة، في تلك التعبير عن الرفض للشباب الليبي، كان يحدث مثله من أندونيسيا مرورا بالباكستان إلى الخليج وحتى المغرب. ما يحدث في المنطقة لا يحتاج إلى كثير، أو لن أكون بالذي يتحدث بأي أسرار، بأن هذه الشعوب ابتليت بقيادات. كانت هذه الشعوب مسالمة إلى أكثر درجة، إلى درجة أن هذه القيادات التي ابتليت بها المنطقة كلها ظنت بأنها أولا أنها ستحكم على الأبد، ثم تجاوزتها بأنها نسيت حتى ما قامت من أجله. يعني نعطي مثلا نظام القذافي قام بانقلاب لكي يقضي على ملكية، أي معنى ذلك بأنه يريد أن تكون كما سمى نفسه ثورة، يريد أن يكون هناك كان من المفترض أن يكون أول من يدعو إلى تداول السلطة. فالشعب الليبي وجد نفسه أمام حاكم 42 سنة، وقاعدين أبناء يتصرفوا مع احترامنا الكامل لكل أسر الحاكمة في المنطقة، يتصرفوا كأسرة حاكمة في تصرفاتها، بل تقطع علاقات مع دول من أجل أحد أبناء الحاكم. هذا حتى المملكة العربية باعتبار، أو المملكة المغربية والمملكة الأردنية بصفتهم من الممالك القديمة في المنطقة، لم يحدث أن قطعت المملكة العربية علاقاتها من أجل تصرف اتجاه أحد من أفراد العائلة. المهم، هذه إحدى النتائج. لاحظنا بأن درجة الفقر أفقر الناس، أصبح هناك تزاوج بين الثروة والسلطة، أصبح هناك مزيج مختلط حتى تجاوز الحدود. يعني لم نرى، لقد قاوموا مفهوم الوحدة بمفهومها العلمي والصحيح في التنمية وخلق مستقبل أفضل لأبناء المنطقة، ولكن طبقوا مفهوم الوحدة في علاقاتهم الاقتصادية والسياسية، والتي بلغت إلى حد التزاوج من أسرهم في بعضهم البعض، وشراكاتهم التجارية عبر العالم. كل هذه الظروف نشأوا شباب. أيضا جهل هؤلاء الحكام من أن العالم قد تغير. العالم لم يعد حكرا على ما تقول له وكالة الأنباء الدولة، أو ما يخرج به المعلق السياسي في القناة الحكومية أو الإذاعة، أو ما يقوله جيرانه من قناة حكومية مشابهة. رأينا بالتدرج فضائيات تتحدث بكل شيء، ومن أجل المنافسة أصبحت تنقل في أخبار، وإن اختلفت نسبيا من دولة إلى دولة على حسب العلاقات. ثم رأينا هذه الثورة في الإنترنت، وهؤلاء شباب كلهم صحيح برغم فقرهم، إلا أن ظاهرة المنتديات في الإنترنت ومقاهي الإنترنت أتاحت لهم أن يطلعوا على ما يجري في العالم. وأدهى ومر عندما يجد شاب تونسي نفسه يبيع الخضار وهو خريج جامعة، ثم يجد مثله في العمر
لمجرد أنه متزوج من ابنة رئيس النظام، يمتلك مصرف ويمتلك شركة طيران خاصة. نعم. فسيسأل السؤال: هو تونسي وأنا تونسي، أنا بذلت جهدي وتخرجت من جامعة ورضيت حتى من أن أبيع الخضار على عربة، فإذا برجال هذا النظام يعتقرونني ويضربونني. وبالتالي كان تحرك هذا الشاب، شعر كل مواطن تونسي من أن بهذه الصفعة قد وجهت إليه. أيضا في مصر رأينا عائلة والتي يدافع عنها العقيد القذافي ويقول مبارك أنا اللي يشتري له في بدلته، هو يا ريت بس يشتري بدل للشعب الليبي. ولكن هذا الكلام ليس لنا وليس للمحتجين في مصر، هذه مؤسسات غربية، نظام مبارك حليف لها وصديق باعترافه واعترافهم، يقدرون ثروته من 50 مليار إلى 70 مليار. يعني ليست بثروة حتى آل سعود، وهم أغنى عائلة في المنطقة. إذن كل هذه يا أستاذ مفتاح، والكلام لمشاهدينا الكرام، هو أنه لم يعد الصمت ممكنا. وفعلا كما يقول مثل قد بلغ السيل الزباء. في الفترة الستينات والسبعينات إلى غير أن الإعلام، إلى غير أن الشعوب قد وافقت حكامها على غياب الديمقراطية، لأن قد رفع شعار سامي ونبيل وشرعي، وهو أننا نواجه خطر حقيقي اسمه إسرائيل ونريد تحريرها وإعادتها للشعب الفلسطيني. فالناس أخذت أو أعطت كل ما لديها واحتملت كل الظلم. لكن الآن هؤلاء الحكام سلموا في كل شيء، سواء في المنظومة الإقليمية أو في المنظومة الدولية، سواء في علاقات دولهم، ولم يتمسكوا بشيء إلا في قمع هذه الشعوب. وبالتالي هؤلاء الشباب، وكلنا نشاهد وكل المشاهدين يروا معنا ويتابعوا معنا بأن أعمارهم تتراوح ما بين 25 و30، أي أنهم جميعا قد نشأوا، وهؤلاء الحكام جميعهم يحكمون المنطقة. هذا بمجمل عام ما يجري في المنطقة. قد تسألني وأكيد سنتشارك نحن، لماذا، وسمعت تساؤلات كثيرة، لماذا قامت في تونس ثم ذهبت للجزائر ثم قفزت وأتت إلى مصر؟ وهذا سؤال طبيعي جدا. صحيح. ولكن أيضا من الطبيعي جدا لأن صحيح بأن النظام الحاكم في ليبيا هو أشد قمعا وأشد قهرا، ولكن تخدمه عوامل ذاتية وموضوعية. العامل الذاتي العامل الجغرافي، عندما يحدث شيء في درنا قد لا يسمع به أهل سبها وأهل طرابلس أو الزاوية إلا ربما ثاني يوم أو ثالث يوم، بعد أن تكون كما أشار الأستاذ منصف في سرايا الأمن أو ميليشيات اللجان الثورية التي قد قضت عليه. الشيء الآخر من أن درجة التي أنعم الله بها على ليبيا وأهل لها من أموال أصبحت كلها في يد الحاكم بأمره، وبالتالي أصبح وضعه المالي غير أنه يصرف على نفسه وعلى أسرة على النظام كاملا، ويجعل كل مرة يشعر بالاحتقان في منطقة يغدق عليهم العطايا وكأنها قد أتتهم من بيت مال